السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك عامل ايه؟ ازيك عامل ايه في الجو الحار ده؟ انت متخيل يعني في موجة حر كده غريبة ضربت مصر وضرب المكان، والأوضة اللي انا بصور فيها دي أساسا حر وحالة صعبة واحنا مستحملين نفسنا بالعافية، تمام؟ بس عشانك انت، عشان انا بحبك وبتاع، فاعمل لك فيديو وبعمل فيديوهين في الأسبوع. تخيل انت فيديوهين في الأسبوع في الآن الفاينل، فدي حاجة صعبة أصلا. بس معلش عشان نبدأ نواكب يعني. فاعمل لايك، اعمل لايك وسبسكرايب وشير، تمام. اكتب لي كومنت، كمل الفيديو للاخر بدل ما انت بتقعد دقيقه ونص زي التيك توك، تمام. وبعد كده تقعد تسكول لغايه ما جالك برين دامج وتعفن دماغي وحالتك بقت صعبه خالص. فايه على نفسك كده وحاول تكمل الفيديو للاخر عشان ممكن تستفيد، او حتى ما استفدتش اديك بطلت حته التعفن الدماغي، وعملت لك ديتوكسيفيكيشن، عملت لك ديتوكسيفيكيشن ايا كان، تمام. فزي ما انت شفت عن الفيديو ازاي انا كنت بلم اصعب ماده في كليه صيدله، ومن اصعب مواد كليه صيدله، وهي ماده السيوتيكال او ماده الميديسينال، تمام. ولو تدري او لا تدري ما هي الميديسينال، فعايز اقول لك ان الميديسينال دي زي ما انت شايف الملخص اللي ظاهر لك ده ملخص الملخص. يعني مش ده ملخص عادي، ده ملخص الملخص. كميه الاستكتشرات اللي انت شايفها دي انت المفروض تعرف عنها النيم بتاعها، تعرف تميزها، تعرف اللي هي الايوباك نيم، تعرف الاستخدامات، تعرف الصور، تعرف كل الحوارات وكل الدخن ده، تمام، على الاستراكشر دي كلها. ازاي؟ ما اعرفش. انت تدخل امتحان تشوف استراكشر من كميه استراكشرات عليك في المنهج، لازم تعرف كل المعلومات، حوالي 10 معلومات عن كل استراكشر، تمام. فازاي تلم الماده دي، تمام. ولك ان تتخيل ان الماده دي عطلت جبال. يعني انا افتكر ان انا في الماده دي عمري ما عديت العشرة. عمري ما عديت العشرة انا. يعني ما جبت 8، ما جبت 10، ما جبت 12. دي كانت الماده، كان امتحان في 3 محاضرات وكنا لسه ما دخلناش السكتشات اصلا. ما جبت 12 كده كان من نفسي، فاهم. فازاي كنت بلم نفسي في الفاينل، كنت الحمد لله بجيب يعني جبت فيها بي. الحمد لله، دي نعمه ان كنت تدي او لا تدي، فهذه نعمه في السيوتيكال يعني. فازاي كنت بجيب فيها بي من حلو، بي من ايه دي؟ ازاي كنت فيها اجيب بيها بي، تمام. احيانا بي ماينس، احيانا بي بلس، ما اجيب فيها بي بلس، تمام. ازاي؟ تعال اقول لك. رقم واحد، خلص المنهج بدري، تمام. يعني خلص المنهج بدري، بلاش محطة الفجة دي. يعني قول لي ايه بدري ازاي يا حازم؟ قبلها بيوم ونص مثلا، يوم. هتقول لي ده فين بدري؟ ده هقول لك ده بدري اصلا. يعني انت متخيل انت عايز تخلص الماده قبلها باسبوع مثلا؟ هي الماده بتخلص قبلها مثلا بيوم، يوم ونص. حلوه، يوم ونص، بحيث ان انت في النص اليوم ده تراجع، واليوم ده تقعد تبصمج وبتاع وتعدي. يبقى رقم واحد تحاول تخلص الماده بدري عشان تعرف تراجع، يعني يوم ونص كويس. رقم اتنين حته المذاكره الجماعيه، تمام. حلو جدا، تمام. يعني انت ربنا سبحانه وتعالى رزقك بصاحب زي اسمه حسام ده بقى عامل عليه، حسام ده باين عليه، تمام. حسام ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ الماده بتتلم ازاي؟ بالظبط كده. يعني ايه الماده بتتلم ازاي؟ يقول له والله الموضوع ايه، الماده بتتلم 1 2 3 4 5. المحاضرات 1 2 3، قايلين على مثلا انا مش عارف حاجه، اللي هو مش عارف حاجه ودي نادان باين عليا، تمام. بحيث ان احنا نشرح لبعض، اكلم صاحبي تاني نن على بعض ونشرح لبعض، تمام. فحته المذاكره الجماعيه دي حلوه جدا، كمان بتطلعك من المود الكآبه بتاع الميديسينال، بتطلعك من المود اللي انت عمال تذاكر بس ومحبوس في اوضه زي دي مثلا 4 حيطان، فبتحس الموضوع ممل. فالموضوع المذاكره الجماعيه موضوع حلو فعلا، بس حاول تذاكر مع حد اشطر منك شويه، فاهم، او حد فاهم او حد مذاكر. لكن انت مش فاهم حاجه ولا انت مذاكر، وهو مش فاهم حاجه ولا هو مذاكر، انتوا الاثنين مش تفهموا اي حاجه، تمام. فحاول تذاكر مع واحد فاهم، حاول يبقى عندك واحد صاحبك زي حسام مثلا. لو عندك واحد زي حسام دي نعمه والله. نعمه من ربنا كبيره كمان. فحاول موضوع المذاكره الجماعيه من الموضوعات المهمه جدا والحلو جدا، خصوصا في الكليه عن الثانوي واعدادي. لا، في الكليه المذاكره الجماعيه دي بتحاول بتطلعك من مود التنشن او كده، وكمان بتخليك تلم اسرع، تمام. يبقى رقم واحد قلت لك ايه، انك تحاول تخلص المنهج بدري. رقم اتنين موضوع المذاكره الجماعيه. رقم ثلاثه، هي حاجه ايه يعني عبيطه شويه بس حلوه بصراحه بتنفع، هي ايه؟ مود بصمجني شكرا. كنت انا مسميه كده، مود بصمجني شكرا. ايه بصمجني شكرا ده؟ يعني مثلا كنت بمسك كل ستراكشر من ده، او انت تمسك اي حته دي وتبدا بقى تحاول تعلمها بعلامه مميزه، تمام. يعني احنا كان علينا مثلا كنا تقسيمه كده لللوكال انستيك، تمام. اللوكال انستيك اللي هو الحاجات المخدر الموضوعي. كان علينا استكتشات كتير، عملنا ايه؟ عملناها زي خطه لعب، تمام. في على اليمين كارفخال وعلى الشمال مارسيلو وقلبي الدفاع، وعملنا خطه كده، تمام، بحيث ان احنا نحفظ المركبات عامله ازاي والتسلسل بتاعها عامل ازاي. دي حلوه جدا. تخيل، هو انا حليتها غلط برضه، فاهم، لان انا ما حفظتهاش حلو، بس مشت يعني والله نفعت معايا.
فموضوع بصمجنا شكرا ده موضوع حلو جدا، خاصة في الكميات الكبيرة وخاصة في الام سي كيو. يعني الام سي كيو مش بتحتاج تكتب كتير، مش محتاج تعرف اللي قدامك انك فاهم او حاجة، انت عارف المعلومة مش عارفها لا خلاص. فموضوع بصمجنا شكرا ده من الحاجات اللي هتفيدك جدا، خاصة في الكليات العملية اللي بتحتاج تحفظ كميات كبيرة تحس ملهاش لازمة شوية، بس انت لازم تحفظها. رقم 4 موضوع المراجعة. المراجعة زي ما قلت لك حاول تراجع، يعني حاول مثلا تخلص المادة قبلها بيوم ونص، بلاش تخلص المادة الفجر مثلا وتقول لك يلا الفجر ويلا مش عارف ايه وبتاع وتقعد تسهر وتاخد انك فيكس وتعيش عليه. حاول تذاكر تخلص المادة قبلها بيوم ونص مثلا، يوم ونص ده كويس، يوم كويس خاصة في الميديسين او خاصة في المواد الصعبة. فحاول تراجع ازاي؟ تمسك المنهج تقرا كل المنهج من اوله لاخره، تمام. بعد كده تمسك اللي انت كاتبه تقراه كله، تمام. بعد كده بعد ما تقرا كل ده تعمل ايه؟ تفعل مود بصمجني شوكه. مود بصمجني شوكه من المودات الكويسه اللي انت هتعرف تستخدمها، تمام. وزي ما قلت لك موضوع اللي انت تحط فن في المذاكره ده بيسهل عليك وبيطلع موضوع رخامه وبتحس ان انت خلاص يعني ايه بتعدي ايامك يعني. ده رقم 4 موضوع المراجعة. رقم 5 لو انت لقيت امتحانات قديمة، لقيت اسئلة قديمة، لقيت حد مثلا في الدفعة دحيح او بيذاكر كتير او من الاوائل او كده عامل اسئلة، حاول تحلها، تمام. حاول تخلص، عشان كده بقول لك خلص بدري، لان في اخر يوم ده اخر يوم بتلاقي بقى ملخصات نزلت وكل حاجة نزلت، فلو انت مخلص تلحق ايه تذاكر وتلم الدنيا. فحل اسئلة قديمة، حل امتحانات قديمة، حل الاسئلة اللي بتنزلها الدفعة، حل اللي بينزل اسئلة من دحيح الدفعة، دحيح الدفعة حل بينزل اسئلة حاول تحلها برضه بتنفعك، تمام. فموضوع انت تحل اسئله قديمه موضوع بيجيب نتيجه، تمام. لان احيانا مثلا في الامتحان الدكتور بيركز على محاضره بعينها بتحس بيجيب منها اسئله كتير، يعني بيركز على محاضرتين ثلاثه كده مثلا 6 بيجيب فيها اسئله كتير، فالامتحان بيعرفك الكلام ده. فحاول ايه تبقى نبيه ونورج وتحاول تجيب اسئله قديمه لو عرفت، لو ما عرفتش حاول تذاكر او انت تعمل اسئله لو في وقت اصلا. يبقى على السريع كده تاني، يبقى رقم 1 حاول تخلص المنهج بدري، رقم 2 حاول يبقى فيه ايه مذاكره جماعيه وبتاع، وحاول تحط فن في المذاكره وكده لان ده هيفرق معاك كتير. رقم 3 بصمجني شكرا، سمعت زي ما سمعت كنت حابب اسميها بصمجني شكرا يعني. حاول تفعل مود البصمجه او هو مش بصمجه والله، حاول تعلم الدنيا، تمام. يعني حاول تعلم ده بكذا، حاول ايه ستادي سمارت نوت هارد. الموضوع التعليمات دي هتدخل تفتكر التعليمات اللي بقول لك عليها دي. المره مثلا كان عليا نباتات كتير كنت لازم احفظها، عملتها صوت وشت، تمام. والله قبل العصر مثلا هتشرب ليمون كذا، الليمون اسمه كذا كذا كذا، فاهم. فموضوع الشت مثلا او موضوع البصمجني شكرا او موضوع ان انت تتعلم حاجات معينه بحاجات انت عارفها، الموضوع بينفع وبيدخل وانت بتدخل تفتكر الحاجات دي اصلا، تفتكر حاجه وتنسى الحاجات الاساسيه. فحاول تفعل وضع بصمجني شكرا. رقم 4 موضوع المراجعة. رقم 5 موضوع ان انت لو لقيت اسئلة قديمة حاول تحلها، وحاول تشوف اسئلة انت تعملها او تشوف حد عامل اسئلة او شوف اسئلة قديمة او الكلام ده. وبلاش موضوع ايه اللي هو ايه لو حد عنده اسئلة جماعية يبعت اساسا جامعات مختلفة، يعني فاهم الجامعات الكورسز شبه بعض، بس مثلا دي قدمت الحتة دي في مكان تاني، المادة دي غير دي، المادة دي غير دي، فاهم. فصعب ان انت تلاقي اسئلة لجامعة بعيدة عنك، تمام. شوف حد في جامعتك انت واساله، تمام. بس ايه يعني لو لقيت، بس غالبا مش هتلاقي يعني، لو لقيت تمام، لو ما لقيتش خلاص، تمام. فده هيفرق معاك كتير، تمام. فبس دول 5 حاجات حبيت اقولهم لك، تمام. انا حران فعلا يا رب ايه ده. دول 5 حاجات حبيت اقولهم لك، وحبيت ان انت تلم الدنيا ازاي في الميديسينال او السيوتيكال او المواد الصعبه، ايا كانت الماده اللي عليك ايه، الماده الصعبه اللي عليك حاول تلم فيها الدنيا، وحاول تلم نفسك وتبطل تزنق نفسك وتبطل شغل الثلاثه ايه 6 محاضرات في 12 ساعه. مستحيل الميديسينال او ماده صعبه تتلم بالشكل ده، تمام. ليله الامتحان المفروض تكون مخلص، لكن حاول تخلص لان فعلا ده هيفرق معاك، بدل ما تسهر وتكتئب وتبص تحس وضعك تبقى صعب خالص. فحاول تخلص بدري، حاول تخلص بدري. يا رب انا انتفع بالكلام ده برضه. بس كده لو عجبك الفيديو اعمل لايك سبسكرايب وشير، حتى بصور لك في الحر ده بص انا بصور في الحر والله الجو نار. فحاول تعمل لايك وسبسكرايب وشير دلعني، فاهم. هتلاقي الانستجرام بتاعي تحت، اعمل لايك على الانستجرام، اعمل لي فولو بتنزل كام حاجه. لو ربنا سبحانه وتعالى كرمنا ورحنا حته تاني او استوديو تاني. وبس كده، سلام.